عن الوصول إلى النسخة الرابعة بالتأكيد، على اعتبار أن مباراة اليوم تصل بالفائز إلى المباراة النهائية. أجواء كبيرة جدا هنا في ملعب القطري، الكرة تتحول خطيرة في مكان نتمنى بأن تكون مثيرة ممتعة. هذه محاولة الآن لبداية الإثارة، لكن التغطية الدفاع يومها انتهى بهدفين. حسين السعيد سجل الهدفين، وأيمن حسين يريد أن يكون حسين السعيد اللي كان في الرياض يومها مع جمال بالماضي. هذه كانت تجربة المنتخب القطري في بطولة كأس ميغيل. لا أخشى الجمهور ويمكننا تغيير التاريخ على اعتبار التفوق التاريخي السابق. هنا السقوط، هنا الخطأ، هنا كرت أصفر، هنا إبراهيم بايش واحد من لحة أسود الرافدين. عرضية متابعة من آخر الأبطال البحرين، آخر الأبطال الآن اليسرى. خالد منير يا لعيب، خالد منير تصويبها قد تأتي بغير راية، وصلت إلى حسين علي فيها حسام. الكرة طويلة لو وصلت باتجاه الجهة الأصلي للشوط الأول. رأسية الله في العراقية. لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر، إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار، بعد حسين السعيد، بعد ليث حسين، بعد أحمد راضي، بعد فلاح حسن، بعد حكم المباراة الذي يؤكد احتساب الهدف. الممتاز الكنترول، لعيب خالد ممكن يتصرف. الله على المرور، كان سليم. المحاولة ما زالت مستمرة وقائمة. المرور هنا والصافرة والخطأ لمصلحة المنتخب القطري، مع سعد الشيب، مع بسام الراوي، مع أبو علام، مع طارق سليم للمرمى، لمرمى حارس العراق جلال حسن. كرة من علاء، لكن انظر إلى جلال يفقدها. متابعة، الله على العودة، الوصول الأول. يعني بأن قطر تسجل التعديل، يعني بأن قطر تعود إلى المباراة. ماذا يقول الحكم في هذا التوقيت؟ هل هناك صافرة؟ هل يحتسب الهدف؟ شوف الكرة، شوف المتابعة، شوف اللقطة التي خرج. شوف هذه اللقطة وهذه الكرة اللي بالكعب. بعد ذلك شوف حارس المرمى بتتهيأ باتجاه حسين علي، بيلعب لكرة عرضية. الله، عدت الآن لحسين علي، الكرة تصل فيها مرور. حكم المباراة التصويبة، الكرة قد تكتمل. قطري والآن يريد النجاح الكامل، يريد النجاح الكامل إبراهيم، لكنها الآن بأمر من أيمن حسين، بأمر من أيمن حسين تختار العراق، تختار الأسود. هي مو بكيفها، هي بكيف العراقيين، هي بكيف أسود الرافدين، هي بكيف المدرج. لكن هذه المرة قد ينجح العناب القطري، لا يريد أن يستسلم. بطل آسيا يريد حتى ولو بصف آخر أن يعود من جديد. يا جلال انظر إلى كرة عرضية كانت، لكن جلال حسن يتصدى لهذه اللقطة للمنتخب الكاب. انتهت الحصة الأولى لهذا اللقاء بانتظار شكرا الماضية. هذا ضرغام إسماعيل، هذا وعد، هذه اللقطة يا سراج. الله الله، من جديد المنتخب القطري يهدر واخترق فرص المباراة. يا لها من لقطة، يا لها من لقطة. حارس المرمى على مرتين، الصافي بمشاعر دافئة جدا. الآن اللاعب يقول الشاعر عش هكذا في علو أيها. لكن انظر إلى التغطية من إبراهيم بايش، انظر إلى التحضير. هناك خطأ، هناك خطأ. هل ينجح بايش وبقية هذا الجيل في أن يعيدوا إلى الأذهان الأجيال العراقية السابقة التي مرت شهدت حضورا جماهيريا رائع في مختلف المباريات أيضا من الجماهير اليمنية؟ لكن هنا ملاعب تمتلئ بأعداد كبيرة جدا في مباريات لا يكون فيها طرف المنتخب العراقي، وحتى عندما يقابل المنتخب العراقي أطرافا أخرى جمع بينها وبين الخليج. هنا الكرة، هنا التمريرة، هنا الانقضاض. الله
راح على التغطية إيلاي فاضل الآن في الجهة اليمنى، ابعاد لهذه الكرة بعد ذلك من جديد في نص الملعب، تمريرة باتجاه العماري إلى أمجد عطوان، دخول قوي، هناك خطأ، سلامات إن شاء الله. حكم المباراة ماذا يقول؟ أمجد عطوان طايح على أرضية الملعب. شوفوا الضغط من جديد، انهم يضغطون، تصويبه تاتي ولكن الكره الى خارج الملعب. اراد امجد من بعيد ان يواصل الامجاد لكن الكره اللاعب إيلاي فاضل عاليه، لو وصلت الى يلعب في الكويت الكويتي، واللاعب اللي سجل ايضا يرسل كره جاسم جابر. يا سلام الان عمرو السراج، طالت الكره وتحولت الى خارج الملعب. هذا إيلاي فاضل والكره اللي تحولت الى خارج الملعب. إيلاي فاضل سعيد بقطع الكرة، عمرو السراج أكثر، تعود الآن لمصلحة العناب، الكرات العالية طويلة وإلى الأمام، منظر رهيب جدا حقيقة للملعب. هذا المكان نشاهد ونتابع الكرة العرضية العالية، الارتياح والبطولة في بطولة كأس العالم للأندية. الكرة بتتحول باتجاه أيمن حسين، الله خطأ الكرة أيمن حسين. ماذا يقول الحكم الآن في هذه اللقطة؟ هناك صافرة وخطأ لمصلحة أيمن حسين. كرة كان ممكن أن تشكل في كرة ثابتة من مسافة بعيدة، يريد أن يسجل هدف البطولة، قوية، الله هدف البطولة كاد أن يأتي ولكن مشعل برشا يتصدى، والكرة بتتحول الآن، والكرة بتتهيأ الآن، والمنتخب العراقي يبحث عن الثالث، مستحيلة يا أيمن، الله على التصدي، إنهم يواجهون مشعل برشم في هذه الأوقات. شوف الكرة، شوف الرأسية، شوف يقترب الآن. هل قرر العراق الهدف الثالث في آخر ربع ساعة من قبل برونو ميكيل؟ على الأقل يحاول أن يعود مرة أخرى بأي طريقة للمباراة من جديد. المنتخب العراقي في وضعية الدفاع، كرة بترجع من جديد عن طريق محمد وعد، بيرسل كرة إلى تميم في مكان باتجاه محمد وعد، أحد لاعبي المنتخب القطري طايح على أرضية. جسد العراقي في اللقطة الماضية، يا لها من لقطة، لكنها الآن هي مو بكيفها، هي بكيف العراقيين، هي بكيف أسود الرافدين، هي بكيف المدرب.